السؤال هنا بيقول read and complete the text with words from the following list. طيب احنا بنحل على طول طبعا، بس ممكن نترجم الكلام اللي مكتوب هنا في الاول، ده هيساعدنا كتير. relatives يعني اقارب، ان تاتي بمعنى في، on تاتي بمعنى على، وتاتي بمعنى في مع بعض الكلمات والتعبيرات. attractive يعني جذاب. traffic يعني مرور. pollution تلوث. هنا بيقول لي او دمياط. دمياط is beautiful مدينه جميله. there are نقط buildings توجد مباني، نقط طبعا مباني، ها تمام. attractive مباني جذابه. يبقى النقطه الاولى عندي يا جماعه هتبقى بسم الله attractive. تمام. بعد كده بيقول لي ايه؟ the نقط in دمياط is slow. النقط في دمياط بطيء ولا يوجد ماتش نقط. طيب ايه اللي ممكن يكون بطيء في دمياط؟ طبعا هنقول الحاجه المناسبه الوحيده هي ترافيك، اشاره المرور او الازدحام المروري، او المرور في دمياط بطيء، ترافيك. ماشي. ولا يوجد ماتش نقط. ماتش ايه؟ ماتش بولوشن، مفيش فيها تلوث كتير. تمام. كلمه بولوشن اهي كلمه لا تعد. بولوشن. طيب بعد كده بيقول لي ايه هنا؟ دمياط is peaceful. محافظه دمياط هادئة. ولكن it isn't boring. هي ليست مملة. There are lots of things to do here. يوجد الكثير من نفعله هنا. Especially خاصة at the weekends في عطلات نهاية الأسبوع. Not Thursday. Thursday يعني يوم الخميس وأيام الأسبوع. Of course بتاخد حرف الجر on. أوكي. برافو عليك. On Thursday يوم الخميس afternoons بعد الظهر. My family and I often visit our relatives. عادة أنا وعيلتي بنزور أقاربنا إلى آخر القطعة. طيب بعد كده السؤال اللي بعد كده بيقول لي هنا، نركز مع بعض. طيب ناخد بالنا. طيب هنا بيقول لي there are يوجد many leisure activities أنشطة لوقت الفراغ and sports نقط in my town. sports اللي مذاكر فيكم كويس جدا، من ضمن الفوكاب الكلمات حاجة اسمها sports facilities ولا sports courts. ما sports facilities يعني تسهيلات رياضية، أو بنسميها إحنا مرافق رياضية. sports facilities من ضمن الفوكابري اللي عندنا facilities. طيب يوجد مرافق رياضية in my town في مدينتي. ماشي. we all كلنا love our town بنحب كلاب، بنحب النادي بتاع المدينة بتاعتنا. it is really big إنه حقا ضخم أو كبير. I usually not handball. طب handball وهنا I فاعل، handball بتاخد الفعل إيه؟ play يلعب. طب ليه ما خدناش مثلا محمد playing؟ عشان ما ينفعش يبقى فيه هنا usually. تمام. واقول انا I ثم playing، عشان يبقى في playing لازم بعد I يكون في am. مش يبقى I am playing، ولكن I في المضارع البسيط تاخد الفعل في المصدر. بما ان هنا في usually كلمه داله من ضمن ظروف التكرار على زمن المضارع البسيط، بنحط الفعل في المصدر الا هو يا جماعه play like this. تمام. طيب انا بلعب كره هاند بول with my friends مع اصحابي، كره يد. we also love our town park بنحب حديقه المدينة. It is full of wonderful trees مليئة بالأشجار الرائعة and long نقط. long إيه؟ تمام. long benches والمقاعد الطويلة. long benches. ممتاز. excellent. تمام. It is a nice place إنها مكان رائع where we can breathe حيث يمكننا أن نتنفس نقط air الهواء. الهواء إيه؟ of course fresh air الهواء النقي. fresh air. يبقى آخر نقطة عندي هتبقى fresh air. طيب بعد كده يا جماعه السؤال the third questions. السؤال الثالث بيقول لي السؤال الثالث هنا بقى. طيب احنا هنا هنخش في الموضوع على طول. بيقول لي اونلاين شوبينج التسوق الالكتروني او اللي على الانترنت is not than in store shopping. طيب الان ستور شوبينج مع التسوق اللي في المتجر نفسه. انت بتروح متجر او مكان معين بتشتري بنفسك، مش على الكمبيوتر او الاونلاين يعني. تمام. انا عندي هنا ذان، يبقى هنا في مقارنه. يبقى انا عايز هنا تمام صفه منتهيه باي ار. كاستمر دي مش صفه، دي معناها عميل او زبون. جرينر معناها اكثر صداقه للبيئه، هتبقى هي الكوريكت انسر. جرينر معناها اكثر صداقه للبيئه من التسوق في المتاجر بشكل مباشر. After all ومع كل ذلك او بعد كل ذلك an online نقط
طيب بصوا يا جماعه، طول ما قال لي ان او ثم صفه، يبقى انا عايز هنا اسم. يبقى هو عايز حاجه الكترونيه او حاجه متصله بالانترنت. does not use لا يستخدم الكهرباء اللي بيستخدمها نقط store المتجر. يبقى هو عايز كلمه هنا store. تمام. يبقى نقول المتجر الالكتروني store لا يستخدم الكهرباء مثل الكهرباء التي يستخدمها المتجر التقليدي طبعا نقط store. يبقى انا عايز برضه هنا صفه. tradition دي تقليد ده اسم، traditional تقليدي دي صفه، يبقى traditional store. traditional ستور. يبقى المتجر الالكتروني او على الانترنت لا يستخدم الكهرباء التي يستخدمها المتجر اللي هو التقليدي. and it doesn't require ولا يتطلب the نقط to drive. ما بيطلبش من النقط انه يقود او يسوق العربيه بتاعته او يركب to anywhere الى اي مكان. of course هتبقى customer العميل او الزبون. customer هتبقى العميل او الزبون. اوكي سنه ثالثه اعدادي. تمام. وبعد كده طيب last year العام السابق my friends أصدقائي and I نقط to the south of Egypt. أنا وأصحابي نقط to the south of Egypt. يبقى أنا عايز هنا فعل. وعندي last year السنة اللي فاتت. يبقى طبعا traveled منتهي بإيدي فعل ماضي منتظم. يبقى traveled هتبقى ال correct answer. لأن travel الأخيرة دي يا جماعة دي فعل في المصدر، يبقى ده مضارع مسلم، لكن هذا ماضي بسيط بوجود كلمة last year السنة اللي فاتت. طب سافرنا إلى جنوب مصر. It is famous نقط its beautiful handicrafts. مشهوره بحرفها اليدويه الجميله. طب فيمس تاخد حرف الجر ايه يا مستر هنا؟ تمام. سامع حد بيقول لي فور. ممتاز. فيمس فور مشهور بيه. فيمس فور. people who live there الناس اللي هناك اللي عايشه هناك sell baskets بتبيع السلات and colorful pots والاواني الملونه. some women وبعض النساء in a نقط near أسوان في نقط بالقرب من أسوان also make beautiful handicrafts برضه بتصنع حرف او مشغولات يدويه from the leaves of trees من ورق الاشجار. طيب يبقى بعض النساء في نقط بالقرب من اسوان في ايه؟ طبعا ان ايه انسب كلمه هنا كلمه village. in a village في قريه بالقرب من اسوان. يبقى هنا هنكتب كلمه village. ممتاز. تمام. بيبيعوا او بيصنعوا مشغولات يدويه او حرف او حرف يدويه او يعني مشغولات آه، من اوراق الاشجار. some people وبعض الناس make handicrafts بيصنعوا حرف يدويه او بيصنعوا مشغولات يدويه بالايد. تمام. from wood من الخشب and نقط من الخشب. يبقى انا عايز حاجه ثانيه شبه الخشب ماده ثانيه. ايه الماده هنا؟ طبعا كلمه فود دي حرف جر قلناها وترافل دي اخترناها فيلوس قريه بولوشن تلوث. ترافل دي احنا استبعدناها. يبقى ليذر بمعنى الجلد. ليذر بمعنى الجلد. يبقى مشغولات يدويه مصنوعه من الخشب wood and leather والجلد. انا عندي كلمه disappointing يعني محبط للاشياء. education يعني تعليم. make يصنع او يجعل. disappointed محبط للاشخاص. do يعني يقوم او يفعل. و opportunities يعني فرص. we have a lot of نقط to help poor people. عندنا الكثير من النقط. a lot of تتبع باسم الجمع الكثير من ايه؟ of course opportunities الكثير من الفرص. opportunities عندنا الكثير من الفرص opportunities لمساعدة الفقراء in order not to make them feel لكي لا نشعرهم نقط في ليه؟ تمام. طب الفقراء او الناس هنا poor people دول اشخاص. لوصف المشاعر الشخصيه بنستخدم الصفه المنتهيه باي ان جي ولا باي دي؟ لا طبعا باي دي. اي ان جي لوصف الشخص المسبب للصفه او الشيء، اما الاي دي لوصف المشاعر الشخصيه. يبقى نقول disappointed. disappointed لكي لا نشعرهم بالاحباط. تمام. um, we can help them with money ممكن نساعدهم بالفلوس. to open their own businesses عشان يفتتحوا اعمالهم او يبداوا اعمالهم الخاصه بيهم. we can help them ممكن نساعدهم with نقط بنقط. طيب بايه؟ ها education التعليم ولا بنيك؟ طبعا education التعليم لان with هنا معناها بي. يبقى انا عايز ورا منها اسم وليس فعل. يعني نقول education التعليم اهو education. يبقى في السؤال ده يا جماعه بعد اعتمادنا الله عز وجل ناخد بالاسباب، ومن ضمن الاسباب انك تبقى عارف المفردات او حافظ المفردات اللي عندك في المنهج. education. طيب we can نقط a difference in their lives يمكننا ان نقط فارق في حياتهم. وعايز اقول نصنع فارق. دي من ضمن الكولوكيشن اللي عندك المتلازمات اللفظيه اللي هي كلمات معينه تاخد افعال معينه. يعني ايه يصنع فارق؟ طبعا make. make يا جماعه a difference. make a difference بمعنى يصنع
فارق. انا متاكد ان شاء الله حل معايا الكلام ده. في حياتهم even with a little of what we have، بقليل مما نملكه and a little of our time، بقليل من الوقت by showing love، عن طريق اظهار الحب اليوم يعني. طيب النقطه اللي بعد كده او القطعه اللي بعد كده بيقول ايه؟ طبعا special معناها خاص او خاصه، يعني المفروض تبقى specially. طب addicted يعني مدمن، ميديا اللي هي الاعلام، specially بشكل خاص، communicate يتواصل، addicting يعني يدمن. طب social networks وسائل او شبكات التواصل الاجتماعي are more present than ever before، معناها موجوده او حاضره بشكل كبير اكثر من ذي قبل. more than 60%، اكثر من 60% of all internet users، من مستخدمي الانترنت also نقط via social networks، ايضا نقط. طبعا ايضا عايز وراها فعل، اكثر من 60% من مستخدمي الانترنت، هو عايز اقول بيتواصلوا عن طريق شبكات التواصل الاجتماعي. communicate 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 يتواصلوا عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي. and over 85% of all teenagers have accounts in social networks، واكثر من 85% من المراهقين لديهم حسابات على شبكات وسائل التواصل الاجتماعي. social نقط sites، social نقط يلا سوشيال ايه؟ ممتاز. سوشيال ميديا طبعا وسائل التواصل الاجتماعي، سوشيال ميديا من ضمن المفردات اللي عندك في المنهج. وسائل التواصل الاجتماعي sites او مواقع وسائل التواصل الاجتماعي can be so نقط. سو يا جماعه يعني جدا، تتبع بصفه، تتبع بصفه، انا عايز صفه. كان بي سو ايه؟ ادكتد معناها مدمن للاشخاص، ولكن ادكتنج معناها ايه؟ مدمن للاشياء او حاجات بتخليك تدمن يعني. لما اقول الموقع ده ادكتنج يعني يساعد على الادمان. ادمان بمعنى ايه؟ انك انت مش عايز تبطل تدخل على الموقع ده او تستعمله. يبقى هنقول ادكتنج بالاي ام جي لوصف الاشياء. مواقع التواصل الاجتماعي تعتبر اشياء غير عاقله. that people not teenager، لدرجه ان الناس نقط المراهقون، بخاصه المراهقون، او خاصه او بشكل خاص المراهقون. كلمه بشكل خاص هي سبيشالي، لان كلمه سبيشال دي طبعا مش معناها بشكل خاص، هنقول سبيشالي. تمام. سبيشالي بشكل خاص المراهقون teenagers do not want to spend time with anything else، مش عايزين يقضوا وقتهم في اي حاجه تاني باستثناء مواقع التواصل الاجتماعي. طبعا اخر حاجه بيقول لك هنا they live their relationships in a virtual world، بيعيشوا حياتهم في عالم ايه؟ عالم افتراضي مش عالم واقعي او حقيقي. احنا قلنا الاسئله دي هي اهم الاسئله اللي موجوده في كتاب الطالب او المتداوله في امتحانات قبل كده يا جماعه. شو اللي ينبغي او يجب؟ نيجاتيف يعني سلبي، انرجي يعني طاقه، shouldn't بمعنى لا ينبغي او لا يجب، forget ينسى، وكomfortable معنى مريح، بمعنى مريح. There are some tips، هناك بعض النصائح that help you، ممكن تساعدك في study وانك تذاكر كويس. You should يجب عليك eat أن تأكل food طعام that gives you، بيديك طعام، بيديك ايه؟ طبعا of course بيديك energy طاقة. احنا قلنا حفظ المفردات بيساعدني كتير في الحل يا جماعة. لو انت مش عارف energy يعني طاقة مش هتعرف تجاوب. بيديك طاقة. You not eat sweets or drink cola. طيب اكل الحلويات وشرب الكولا والمشروبات الغازية حاجة مش صحية مش كويسة. فالمفروض ما اقولكش انا يو شود، لا هقول لك يو شودنت، لا ينبغي عليك. يبقى هنا نكتب شودنت لايك ذس. طيب يو شود يجب عليك يا ست ان تجلس ان نقط بليس في مكان نقط. طب هنا انا عندي زائد نقط زائد اسم، يبقى انا هنا عايز صفه، الصفه تسبق او ان وتتبع بموصوف او اسم. مكان، طبعا انا عايز اقول مكان ايه؟ مريح comfortable، مكان مريح، يبقى اقول هنا comfortable. تمام. مكان مريح. It's easier to study، من الأسهل ليك إنك تذاكر when you are relaxed، وأنت مسترخي. Don't نقط to make notes of the main points، ولا نقط في المذاكرة. حد بينصحك بيقول لك لا ما تعملش حاجة، يعني هنعرفها إيه الحاجة دلوقتي. إنك تاخد ملاحظات للنقاط الرئيسية. طبعا don't تتبع بمصدر فعل في المصدر. الفعل الوحيد اللي في المصدر هنا هو forget يا جماعة، لأن كل دي مش أفعال. شو اللي إحنا قلنا بمعنى يجب، نيجاتيف بمعنى سلبي، وانرجي وشودنت وكمفورتبل احنا اخترناه. فبقول لك دونت فورجيت، لا تنسى ان تاخذ ملاحظات للنقاط الرئيسيه. يبقى اخر نقطه عندي هتبقى فورجيت، اخر نقطه عندي هتبقى فورجيت. تمام كده يا جماعه؟ تمام. نيجي للنقطه اللي بعد كده او السؤال اللي بعد كده. ميوزيكال يعني موسيقي، بلايد يعني عزف مع الالات الموسيقيه وبتيجي بمعنى لعب.
رايدنج هنا بمعنى التصريف الثالث من رايد يركب. رايدنج الركوب نفسه. ترافل يعني سافرة. اكسبيرينسز يعني خبرات وتجارب أو تجارب يعني. My friends and I أنا وأصحابي are talking about بنتحدث عن our نقط. our دي بمعنى حاجة من كلام. our يا جماعة بمعنى صفة ملكية بمعنى ملكنا. احنا بنتكلم عن كذا، ولو كملنا هنلاقيه بيقول ايه؟ معظمنا عزف على آلات موسيقية والكلام ده كله، ومحدش سافر أو حد سافر بالطيارة قبل كده 3 مرات، يبقى ده كلها اسمها خبرات experiences. يبقى هنقول experiences أو experiences. الله أعظم. طيب احنا هنتوقف هنا سنة يا جماعة الأذان. الله أكبر الله أعظم. بعد كده نكمل إن شاء الله. الله أكبر الله أعظم. اللهم صل على التوفيق والسلام. طيب احنا توقفنا ونضربنا نسبة تمصر قائمة سيدنا محمد وسيلة الفضيلة والبشر عليه التوفيق والعفو اللهم مقام محمودا الذي وعدت انك لا تخفي الميعاد. وصلى اللهم وسلم وبارك على اشرف الخلق سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. طيب صلى الله على رسول الله عليه الصلاه والسلام. فاحنا قلنا experiences تحدثنا عن خبراتنا وتجاربنا. Most of us معظمنا have played آه عزفوا نقط instruments. instruments هنا معناها آلات. آلات ايه؟ طبعا آلات موسيقية musical instruments. يبقى هنا نقول musical musical instrument يعني آلات موسيقية. طيب only one فقط واحد مننا has not a horse الحصان. وهاز أنا عاوز تصريف ثالث. الحصان ride a horse يركب حصان. ride الماضي منها rode. التصريف الثالث ridden of course. هتبقى هنا الإجابة الصحيحة هتبقى ridden يا جماعة. طيب بعد كده بيقول لي no one has not by plane. مفيش حد مننا has طبعا سافر بالطائرة، وهاز ورا منها تصريف ثالث. طب التصريف الثالث هنا عندي كلمتين بمعنى سافر هنا. لا هي كلمة واحدة الحمد لله كلمة travel. ساعات بيقول لي travel عشان يغلطني. هتبقى طبعا travel. التصريف الثالث من travel هو traveled فعل ماضي منتظم ينتهي بالاي دي. طيب فقط واحد او مفيش حد مننا سافر بالطياره. but ولكن I have traveled سافرت by plane 3 times. انا سافرت وبيتكلم عن نفسه بالطياره 3 مرات قبل كده. طبعا المضارع التام هنا ذكر عدد مرات في يوسف الفعل. I like my friends so much بحب اصحابي جدا. طيب اخر نقطه عندي او اخر سؤال عندي خاص بسؤال الاكمل هو السؤال ده. unsafe يعني غير امن. then يعني اذا او ثم pulling التنمر. safe امن. normal طبيعي. than اللي هي بمعنى تيجي في المقارنه بمعنى من. it's not for teenagers to worry about things. انه نقط بالنسبه للمراهقين ان يقلقوا على الاشياء. طبعا it's normal من الطبيعي. it's normal من الطبيعي المراهقين ان يكون عندهم قلق. طيب um, some common teenage problems بعض مشاكل المراهقه الشائعه are school work هي العمل المدرسي او الواجب المدرسي. ستريس التوتر. اند نقط احنا عايزين مشكله ثالثه نضموها مع الحاجتين دول. نضمها مع الحاجتين دول. طيب هي تبقى بولينج طبعا التنمر. اظن هتبقى هنا بولينج التنمر. طيب treating every worry treating every worry as a big problem can do more harm. طيب التعامل مع كل قلق كمشكله على انه مشكله كبيره ممكن يؤدي الى ضرر او هارم. نقط هارم ايه؟ طبعا هارم ايه بقى؟ هارم نقط جود. اه يعني هو عايز يقول ان التعامل مع القلق كمشكله كبيره او كل مشكله من المشاكل دي لو تعاملنا معاها على انها مشكله كبيره ده بيؤدي الى الضرر اكتر من النفع. يبقى تدو مور هارم. هنا في مور ثم صفه ثم ذان. تمام. يؤدي الى ضرر اكثر من ما يؤدي الى حاجه جيده او نفع يعني. if you do لو انت عملت كده your child طفلك might start ربما يبدا to see في رؤيه the world العالم as not and dangerous يعني خطير. and يعني و يبقى الصفه اللي قبل and ليها علاقه باللي بعديها في المعنى. يبقى خطير طبعا وغير امن unsafe and dangerous يعني غير امن وخطير. تمام كده يا جماعه. كده احنا حلينا اهم اسئله الكومبليشن الخاصه بكتاب الطالب الستودنت بوك او الدبليو بوك الخاص بالصف الثالث الاعدادي. اتمنى التركيز الاستفاده الكامله اللي احنا قلناها ان شاء الله. واتمنى التوفيق للجميع باذن الله تعالى.